السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى فراخ مشوية بتتبيلة حلوة قوي. الطريقة دي كمان هتنفعك في العزومات، بتبقى حلوة قوي. اول حاجة بغسل الفراخ بتاعتي كويس وبعمل لها محلول ناعم. لكل لتر من المية بحط له معلقة ملح ومعلقة سكر، معلقة كبيرة، ورقة لورا، وكم واحدة كده فلفل اسمر حصى. وبسيبها منقوعة بقى في المحلول ده لمدة ساعة أو اتنين. المحلول ده بيشد لي أي ريحة زفرة من الفراخ، وبيخليها بعد السوا بتبقى طالعة طرية كده وجميلة مش ناشفة. بعمل لها بقى التتبيلة. الأول بقى أقطع في الخلاط 3 وحدات من الطماطم وسط، وحدتين بصل، وحدتين فلفل رومي، واحد أحمر، واحد أخضر، وواحد فلفل حامي، والحامي ده اختياري، وليمونة بقشرها. كل ده بحطه في الخلاط، بس بخلي الطماطم اول حاجه من تحت خالص عشان ايه الخلاط يدور معايا بسرعه، لان انا مش بضيف لها اي ميه خالص. بضيف بقى التوابل بتاعتي. معايا معلقه ملح، ومعلقه بابريكا كبيره، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه سمان، ومعلقه كمون، ومعلقه كاري، ومعلقه جنزبيل، ومعلقه بصل وتوم باودر، ونص معلقه من القرفه، ومعلقة كبيرة من توابل الفراخ، ومرق الدجاج بودرة زي ما انتوا شايفين كده. دي انا بجيبها من عند العطار بودرة. بضرب كل ده بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا حسيت ان لونها فاتح شوية، فحطيت لها معلقة بابريكا كمان، واديتها كمان ضربة. اهم شيء انا بضربها لحد الخليط ما يبقى ناعم معايا، يعني مش بخليه خشن. وباجي في الاخر بضيف لها معلقتين زيت بعد ما بضربها في الخلاط. برز حطيتها بقى في الصينية. أنا كنت مصفياها في مصفى ومنشفاها من أي مية خالص. حطيتها بقى في الصينية وضفت عليها التتبيلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وبدخلها بقى التلاجة ساعة أو ساعتين تتنقع في التتبيلة. ويا سلام بقى كمان لو عندك عزومة وجهزتها من بالليل وبيتها في التتبيلة دي، بيبقى طعمها أحلى وأحلى. برصها بقى على الشبكة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بحط الشبكة بتاعتي، بحط تحتها صينية، وبحط في الصينية في قعرها كده حوالي كوباية شاي صغيرة كده من المية، عشان خاطر يعني تحملي قعر الصينية كده شوية ما يتحرقش معايا قوي. او افرشي في قلبها في الصينية، في قعر الصينية، ورقة فويل او حاجة. برصهم بقى بالشكل ده كده، وبكون مسخنة الفرن بتاعي. قبل ما ادخل الفراخ بكون مسخناه قوي، لان الفرن لو برد معاكي الفراخ بتطول لحد ما بتسخن، فبالتالي بتجيب المية بتاعتها كلها، فالفراخ بتبقى طالعة ناشفة كده ومش حلوة. فلازم تسخني الفرن قبلها كويس. بحطها اول ربع ساعة على البلاطة من تحت، وبعد اول ما تبدأ تسخن معايا بروح جاية مطلعها على الشبكة من فوق. هي بتقعد معايا حوالي ساعة في الفرن، وبتستوي بتبقى زي الفل وجميلة. هنا كانت استوت معايا زي ما انتوا شايفين كده. بتنزل بقى طبعا الدهون بتاعتها في قعر الصينية. بجيب بقى من فرشة، وباخد من الدهون بتاعتها دي كده ولمع وشها. بتبقى الفراخ بقى بتلمع كده وجميلة زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين شكلها اهو. بعد ما استوت لمعتها زي ما قلت لكم كده بالزيت او السمنه اللي نازل من الفراخ نفسها كده في قعر الصينيه، وبلمعها. بيبقى وشها بيلمع وجميل زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله هي عامله ازاي. مش قادره اقول لكم على ريحتها ولا طعمها. جربوها وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. شايفين بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. بألف هنا وشفا.